اسمه تاريخ الجبر والجبرتيين. بداية نود معرفة ما سبق في الحديث عن الجبر. طبعا سبقوني ناس كثيرين مؤرخين، سواء كانوا شرقيين او غربيين، وبصفه خاصه الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المعروف المشهور، المؤرخ المشهور، العالم الازهري. في رواق باسمه الازهر اسمه رواق الجبرتي، دول ناس سبقونا مئات السنين. معنى كلمة جبرت، واتمنى يعني انك تتعمق لنا اكثر في اصل نسب الجبرت. عقيل ابو سيد علي، وجدهم يعود الى مسلم ابن عقيل. مسلم ابن جدهم يعني عقيلين يعني الجبرت. هذا صحيح يعني، قيل انهم بني هاشم وقيل انهم بني عبد الله، لكن الصحيح هو عقيلين. وجدهم مسلم ابن عقيل الذي استشهد مع الحسين في معركة كربلاء. في عبارة أو حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنه عبارة جبروا بخاطرنا، وهذا الكلام فيه خلاف، وهو ليس بحديث، لأن الحديث له راوي، إما أبا هريرة أو عبد الله بن عمر، الرواة المعروفين يعني. فما في حديث ينسب إلى راوي بهذا الكلام يعني جبرونا يعني. وفي قصة يتداولونها عامة الناس، يقولون وفد من الحبشة هاجر إلى مكة ويحملون معهم هدايا إلى رسول الله، والرسول كان في أحد غزواته، ولما علموا الرسول اشتركوا في معركة في جانب من المعارك. فبعد ما انتهت المعركة قال لهم الرسول: هؤلاء القوم جبروا أصحابي في بلادهم عندما هاجروا إليهم، وهنا جبرونا. من هنا أخذت كلمة. ممكن تكلمنا أكثر أستاذ عبد القادر عن لغة الجبر، حرفهم، عاداتهم، تقاليدهم؟ ده موجود في الكتاب، الكتاب طويل، ممكن نبذة وتقاليده وكله موجود في الكتاب، اقرأوه في الكتاب موجود. لا بس ممكن نبذة قصيرة كده من شوف، الجبرتيين لغتهم مشتركة بين التجرينية وبين العربية، بين الأمهرية وبين العربية، خليط يعني. وحتى لما كانت دولة إيفان جبرتا، أسست دولة إيفان، كان لهم لغتين: اللغة العربية اللي هي لغة الدين، يصلون بها الجمعة والجماعة ويتحدثون بها، ولغتهم المحلية الحبشية. هذه كانت لغتهم، وما زال هذا الكلام موجود، لأنه الأخوان الجبرتيين الموجودين في إثيوبيا يتكلمون الأمهرية والعربية خليط يعني، والموجودين في إريتريا كذلك نفس الشيء، يتكلمون العربية. مثلا يقولوا الحمد لله بدل ما يقولوا مسجن بالحبشي يقول إن شاء الله بكرة، ونؤجل الموضوع ده، يخلطوا فيها يعني. السلام عليكم، مرحبا بكم. الكلمات الداخلة أصبحت جزء من كلامهم. وعاداتهم وتقاليدهم باختصار شديد، لهم عادات معينة، وهم أهل الدين. جبرتا دول أصلا هدفهم الأول والوحيد في الحياة هو نشر الدعوة الإسلامية. عشان كده حصل صراع بينهم وبين أعداء الإسلام في القرن الأفريقي مئات السنين، وعدة غزوات في سبيل الدعوة الإسلامية. خلاص. وكلمة جبرتا معناها المسلم. المسيحي لما يسلم يسمى جبرتي، المسيحي أو الوثني لما يسلم يسمى فين؟ جبرتي. وجبرتي معناها المسلم. بعدين مهنتهم تجارة، هم مش قبائل زي مثلا قبائل السودان، ده شندي ولا محسي وزي الأمهريين مثلا، ده غندر وده شوا وده مين وده أمهري وده تجراي. الكلام ده ما في، كلهم هم ما عندهم قبائل، هم يعيشون في المدن.
الجبرتين اصلا يعيشون في المدن. واخد بالك؟ تجاوزوا البداوه والفطره، تجاوزوها، دائما يعيشوا فين؟ في المدن. ومهنتهم التجاره والصناعه، نسيج مهنتهم التجاره والصناعه، وهم يتفانون في حب دينهم. هدفهم وغايتهم هو نشر الدعوه الاسلاميه. عشان كده وجدوا الاضطهاد في سبيل هذه الدعوه من الملوك المسيحيين. تاريخ الجبرت مع النظام في اريتريا كمثال المناضل الكبير عبد القادر الكبيري طبعا. احكي لنا عنه شويه. ايوه، عن الفتره دي. الجبرتي ونضالهم من اجل الحريه والاستقلال في اريتريا، مش كده؟ نعم. هو ده السؤال. نعم. الجبرتيون اولا لما انتهت الحرب العالميه الثانيه صدر قرار من الامم المتحده حق تقرير المصير لكل الشعوب. كويس؟ وبناء عليه استقلت اندونيسيا، بورما، ده في اسيا. كويس؟ افريقيا كان لسه بدري، كان اثيوبيا وليبيريا ومصر، دول ثلاثه اللي كانوا. اثيوبيا الايطاليين احتلوها، وآل سلاسل لجأ، خرج ولا هرب. ليبيريا دي اسسوها الامريكان من العبيد اللي كانوا هناك، عملوا لهم دوله في ليبيريا. ومصر كانت واخذه استقلال، كانت محتله تحت احتلال بريطانيا، كانت عندها استقلال داخلي فقط. دول ثلاثه اللي كانوا في افريقيا. كويس؟ بعدين لما صدر قرار من الامم المتحده حق تقرير المصير لجميع الشعوب التي شاركت في الحرب ضد النازيه والفاشيه، فاشيست موسوليني وهتلر، لما انهزموا صدر قرار من الامم المتحده انه كل الشعوب تعبر ما تشاء، لا حق تقرير المصير. خلاص؟ من ضمن هذا القرار في اريتريا قالوا لهم انتم عاوزين ايه؟ تتحدوا مع السودان؟ تتحدوا مع اثيوبيا؟ كويس؟ تاخذوا استقلالكم؟ اختاروا، صدر القرار هذا الاختيار. كويس؟ لما جاء هذا القرار بدا الاتحاديين طالبوا مع اثيوبيا المسيحيين بصفه خاصه، وبعضهم بعض المسلمين، اجزاء يعني افراد معينين يعني. كويس؟ والمسلمون عملوا الرابطه الاسلاميه سنه 46 في ديسمبر في مدينه كرن. اسست هذه الرابطه مبادئها تنادي 10 سنوات تحت الخلفاء وبعدين ياخذوا استقلالهم كامل. كويس؟ هنا الجبرتة لعبوا دور كبير، كانوا في مقدمة من ينادي بالاستقلال. زي ما كانوا الاتحاديين يموتوا يا اثيوبيا يموت، كذلك الجبرتيين كانوا في مقدمة من ينادي بالاستقلال لاريتريا، وعلى راسهم كبير الذي استشهد. هذا الكبير استشهد لانه كان اول مكان يتاهب للذهاب الى الامم المتحده للدفاع عن قضيه بلده، واختاروه لانه كان رجل فاهم، رجل يعني مؤهل للدفاع عن قضيه بلده. ودور الجبرتيين هنا بصفه خاصه عملوا جمعيات عديده من الشباب. اول حاجه كانت جمعيه الشبان المسلمين، اول جمعيه في عاصمه الاسمر، انا كنت واحد برضه فيها. كويس؟ انا اتذكر لما اخذ بالهند والباكستانيين، نحن علقنا علم الباكستان لانه دوله اسلاميه، علقنا في النادي بتاع الشبان المسلمين هذا العلم عشان نغيظ المسيحيين، دوله اسلاميه ظهرت يعني. وتاسست عده في شباب الرابطه، اول شبان المسلمين كانت الام، بعدين شباب الرابطه، بعدين جمعيه الرشاد، جمعيه الاصلاح، الجمعيه الخيريه، عده جمعيات من حوالي بلغوا الجمعيات للشباب 9 و10 جمعيات، كلهم كانوا يؤيدوا الاستقلال التام. شعبنا كان منقسم الى 3، ناس ينادوا بالاتحاد مع اثيوبيا، وناس ينادوا بالاستقلال على راسهم الرابطه الاسلاميه، وناس كانوا ينادوا المحاربين القدماء العساكر كانوا مع ايطاليا، كانوا ينادوا مع ايطاليا تشرف عليهم ايطاليا وبعدين ياخذوا استقلالهم. كويس؟ لما احتدم الصراع السياسي اصبح الرابطه الاسلاميه
المحاربين القدماء وحزب اريتريا الاريتريين، ودول مسيحيين كمان. حزب اريتريا الاريتريين مسيحيين بقياده راسا ثمه في اقليم كلوبزاي. ثلاثه دول، حزب الليبرالي بتاع اريتريا الاريتريين، وحزب العساكر القدماء المحاربين القدماء، وحزب الرابطه الاسلامي، دول اسسوا حاجه اسمها الكتله الاستقلاليه. ثلاثه ضد مين؟ ضد الاتحاديه. هو قوى الوطن على اساس نادي استقلال ويدافع عن قضيه بلد الامم المتحده. في ليلتها ثاني يوم في الصباح عايزين يسافروا، اختاروا اوتيل كبيره، كان من ضمن الوفد يعني. تعليقك على كتاب تاريخ الجبرتي لعبد الرحمن بن حسن الجبرتي. هذا انا كتبت كتاب، علقت على اولا هو له كتاب اسمه تاريخ الجبرتي. هذا الكتاب بخلاف العنوان، الانسان لما يقرا يقول لك تاريخ الجبرتي هيقرا عن الجبرتة، لكن الحقيقه يتكلم عن كفاح الشعب المصري ضد الحمله الفرنسيه. الكتاب كله منصب الاحداث التي كانت تحدث بين المحتلين الفرنسيين لمصر وبين الثورات التي قامت ضد الفرنسيين المحتلين. كان بيكتب يوميات، كل يوم يحدث كان عندي يوميات الجبرتي. يعني انت لما تقرا يقول تاريخ الجبرتي معناها انت هتقرا عن الجبرتيين، لكن العكس، هو كتاب عن مصر وعن تاريخ مصر. لكن في نفس الوقت هو ما نساش تاريخ اهله، كتب في المقدمه حوالي اكثر من 20 صفحه عن تاريخ بلده، عن اصله، من هم الجبرتيين ومين هم اجداده وكيف دخلوا مصر. خد بالك؟ في المقدمه بتاع تاريخ الجبرتي دي، خد بالك؟ وخمسه اجزاء هو كتب المقدمه بتاع تاريخ الجبرتي، وانا هديك نسخه منه كاتبه. عندي مجموعه اسمه كتاب وثائق وحقائق. اول حاجه فيه المغريزي، اثنين فيه تاريخ عبد الرحمن الجبرتي اللي انت سالتنا عليه ده، انا كاتب ملخص اللي كتبه وانا علقت عليه. عندي كتاب في كتاب الاسلام والمسلمون في افريقيا، فيه الاسلام في اثيوبيا، في عن اريتريا وعن اثيوبيا وعن الجبرتة والى اخره. في كتاب في موضوع كتبه واحد فلسطيني درس في جامعه اكسفورد في بريطانيا في لندن، اسمه الجبرتة في هذا الحبشه، حوالي 4 صفحات. في موضوع اسمه الجبرتة المواطنون الاصليون في اريتريا، كتبه واحد ايطالي اسمه البرتو فييرا. في مجموعه جمعتها في كتاب اثيوبيا والعروبه والاسلام. في كتاب الاسلام في اثيوبيا، اول دوله اسست في اثيوبيا دوله اسلاميه جبل، كتبها الدكتور احمد يوسف مدير مكتب الاثار. لمحه بسيطه كده عن مملكه ايفات. مملكه ايفات، مملكه ايفات هي ايفات عاصمتها. اولا في العصور الوسطى تأسست عدة إمارات إسلامية يسموها العرب الطراز الإسلامي. الطراز الإسلامي كانت في أفريقيا. البحر الأحمر ده كان مسيطر عليه دولة الجبرت. ميناء دولة الجبرت كانت في زيلة، وهي الجبرت دي من أراضي الزيلة. جبرت نفسها، الأرض نفسها أراضي الزيلة هي. ميناء زيلة ده كان ميناء بتاعهم، ميناء تجاري، كانوا مسيطرين على البحر التجاري، البحر الأحمر كان في إيدهم، وحكم يمكن حوالي أكثر من 200 سنة. جبرت بعدين سقطت طبعا، الأحباش تآمروا عليهم، كأي دولة يعني تقوم ثم تنتهي. شوف، من ضمن الأمارات اللي كانت معاصرة لدولة جبرت عاصمتها إيفا هدايا، البنت، دارو، كافر، بالي، دارو، 7 امارات، لكن اقواهم كانت دولة اقواهم يعني كان عندها جيوش، كان حوالي عندها 10,000 فارس يركبون
والخيول كان لها قوة، كانت هددت حتى تاخذ الحبشة. طيب ممكن تحدثنا عن لقائك في المملكة العربية السعودية مع الشاعر محمد بن شريف الجبرتي؟ ايوه، هذا الرجل له قصة طريفة يعني. أنا باعتباري مدرس لغة عربية كنت بفتح ركن البادية الإذاعة السعودية، كل أسبوع يجيبوا ركن البادية الشعراء يتناولون فيها قصائدهم. فكنت بفتح عشان أعرف اللهجة السعودية وأفكار الشعراء ماذا يقولون عما يتحدثون. ففتحت من ضمن يوم من الأيام وأنا بسمع المذيع قال والآن نقدم لكم محمد بن شريف الشاعر الجبرتي. بس أنا أخذت هذا العنوان، رحت جدة أخذت عنوان، ادوني عنوانه في وادي فاطمة من مكة أبعد 10 كيلو متر. رحت له هذا الرجل تعرفت عليه، قلت له أنا فلان فلان مدرس في جنبكم هنا في خليس وادي فاطمة، إسفان خليس، أنا كنت في خليس مدرس. فقال لي أهلا وسهلا، تعرف بي ورحب بي، وقال لي إيه طلبك إيه؟ والله قلت له أنا عاوز معلومات عن الجبرتة في السعودية. قال لي أنت منين؟ قلت له أنا إريتري. يعني حبشي؟ قلت له لا حبشي. قلت له أنا من أسمر وكلام أحمد النجاشي يعني. قلت له أيوه أحمد النجاشي، أنت جبرت أحمد قال لي بنفسي يعني. طيب أنت عاوز يعني شوف بالمناسبة قال لي في عرس في البلدة اللي أنت فيها كويس؟ وأنا حاجي بعد أسبوعين وبعد الشعراء هنعمل إيه قصائد لهذا العرس، حضر لي الأسئلة بتاعتك ما تريد السؤال الإجابات يعني اكتبوا في أسئلة وأنا سعيد أرد عليك. خلاص فعلا أنا حضرت أسئلتي وجي الراجل كما وعد، حضر الزواج وقعدنا مع واحد ابن من تلاميذي، قلت له حضر لي قهوه وتمر وحاجات دي عشان انت هيجي لي ضيف في بيتك. رحب بيه هو كمان فعلا وعمل لنا كل جهاز لنا كله، وقعدت حضرت له الاسئله موجود في الكتاب، يمكن 7 أو 8 اسئله وجاوبت عليها، مشكور يعني. طيب في السؤال الأهم أو السؤال المهم لكل جبرتي، هل الجبرت قبيلة أم قومية؟ ايوه، كلمه جبرت زي ما قلت لك، كلمه جبرت معناها يعني لفظها حبش عبد يعني، ومعناه لفظها حبش ومعناه عباد الله. فالجبرتيون لا ينتمون الى قبيله، مثلا زي قبيله تميم وجهينه وربيعه والى اخره من القبائل، قبيله بني سليم مثلا والحاجات دي. لا، الجبرتيين يعيشون في المدن ولا ينتمون الى قبيله، انما انتمائهم هو للاسلام. ولذلك اي يعني العرف الموجود في اثيوبيا وفي اريتريا بالذات، الجبرت معناها المسلم. جبرت معناها في عرفهم، عرف المسيحيين المواطنين اللي عايشين معهم، جبرت معناه مسلم. هذا هو الطابع العام المتعارف. كلمة أخيرة لأخواننا الجبرتة في الدول العربية وفي دول المهجر في أوروبا في السودان، كلمة أخيرة منك قولها اليوم. ايوه، لا شوف الانسان لابد يعني من الاشياء الملزمه لكل انسان جبلي ان يعرف تاريخه. لابد ان يعرف اصله منين واين يقيم الان. كما قال الشاعر من وعى تاريخا في صدره اضاف اعمارا الى عمره. لابد الانسان ان يعرف تاريخه، ده من اوجب الواجبات. اللي ما عنده تاريخ معناه ما معروف في العالم، لازم التاريخ ده شيء احداث. كل مجتمع انساني له تاريخ، ايا
سواء قل أو كثر. فعلى الإنسان الجبرتي في أي معمور في أي بلد يعيش في المعمورة، سواء في أوروبا وأستراليا، لابد أن يهتم بتاريخه ويعرف من هو وماذا يجب عليه أن يعمل. وأنا أدعو كل إنسان جبرتي أن يتعلم ويعلم أبنائه ذكورا وإناثا. التعليم هو الأساس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراد الدنيا فعليه بالعلم، أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. العلم هو الأساس. قال شوقي: يا طالبا لمعالي الملك مجتهدا، خذها من العلم أو خذها من المال. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإغلال. إذا العلم هو الأساس. إذا أردت أن تتاجر لابد أن تتعلم. حتى لو كنت مزارع لابد أن تعرف. العلم هو النور. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم هو الأساس. بدون علم ما تقدر تعمل أي حاجة. ده شيء معروف. أنا أطالب كل إنسان يجب أن يتعلم ويجب أن يعرف حقوقه ويدافع عن حقوقه في أي بلد له لأبنائه. ولا بد لكل إنسان، لكل مجتمع جبرتي في أي بلد يقيم لأن يعمل جمعيات يناقش فيها مشاكله خاصة. نعم. أدعوهم أن يعرفوا ما لهم وما عليهم كمجتمع، يطالبوا بحقوقهم في أي مكان في أي بلد يقيمون فيه. لابد أن يدافعوا عن حقهم ويبرزوا من هم. الوثنيين معروفون في التاريخ يقولون قليلا ما نعرف عنهم، لكن لابد عليك أن التزامات عديدة تعرف نفسك من أنت. هذا هو أطالب به لكل إنسان.